أخرى فإن إيران هي إحدى البلدان القليلة التي لا تبيح عمليات تحويل الجنس فقط، بل تساهم أيضا في دفع تكاليف تلك العمليات. لم لا؟ والملهم الأول لتلك الفتاوى كان قائد الثورة الإمام الخميني. قبل 4 عقود وقبل أن يتولى الحكم في إيران، تبنى الخميني ذلك الموقف وأصبح كما يقول البعض أول عالم مسلم يتطرق إلى موضوع تبديل الجنس بهذه الطريقة. فلنفرض بأن هناك إنسان عنده تمايلات للجنس الآخر، الجنس المخالف، ولكن من الناحية الفيزيولوجية لا يوجد عنده أي أرضية للتحول إلى الجنس الآخر. أيضا هنا في هذه الحالة من الناحية الشرعية، وهذا هو الرأي الغالب بين الفقهاء، هو أنه يجوز إجراء عملية لتغيير الجنس والانتقال إلى جنس آخر إذا كان ذلك ممكن طبيا. يصل معدل إجراء عمليات تحويل الجنس في إيران إلى أكثر من 7 أضعاف مقارنة بمثيلاتها في أوروبا، كما أن السرعة في إجراء العملية واستخراج الشهادات الطبية والرسمية مطلوبة هنا في إيران، حيث يفضل المرء أن يغير جنسه على أن يتهم بالشذوذ الجنسي. أيوة إن شاء الله.